في الجو ده بقى محتاجين حاجة حلوة كده تكون ساقعة وترطّب علينا وتطرّي على قلبنا، وما فيش أجمل ولا أسهل من تحلية النهارده، بجد خطيرة خصوصًا إن مكوناتها متوفرة في البيت ومش هتوقّفِك كتير في المطبخ، بُصّوا الجمال شايفين عاملة إزاي، 7 معالق بس هتعمليها وبجد مش هتتوقعي النتيجة، هتبهرِك بجد، اعملوا لايك وشير ويالّا بينا على الطريقة والمقادير. بسم الله أول حاجة كده معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ و7 معالق من السكر، إحنا هنعمل كيكة ال7 معالق سهلة وسريعة ومش هتاخد معاكِ وقت خالص وهتنجزيها وأنتِ واقفة كده، رشة من الملح وشوية من الفانيليا وكمان معلقة كبيرة من الخل، وهنبتدي نخلط الكلام ده كله مع بعضه كده سريعًا، سريعًا، مش هتاخد في إيديكِ دقيقتين وهتكون جاهزة. بعد كده خلطتهم كويس كده البيض عندي افتح معايا كده والسكر يكون داب، أنزل ب7 معالق من الزيت. بمعلقة الأكل العادية خالص لو عندِك معالق معيارية كمان هتنفع أي حاجة، يعني زي ما أنتِ عاوزة، المهم إن المقادير كلها هتقيسيها بمعلقة واحدة بس، تمام، نقلِّب بقى كويس وبعد كده باجيب 7 معالق من الحليب زي ما أنتم شايفين، الحليب ده برضه بدرجة حرارة المطبخ، كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ، لمّا تكوني هتعملي كيكة لازم تكوني مخرّجة كل حاجة عندِك كانت في التلاجة تخرّجيها برّه قبلها بحوالي ربع ساعة. تمام كده، ضِفت معلقة صغيرة من الbaking powder وكمّل ضرب زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده وآخر حاجة هي 7 معالق من الدقيق، لو حابة تعمليها شوكولاتة شيلي معلقة كده من الدقيق وبدّليها بالكاكاو، تمام؟ طبعًا الدقيق ده كان منخول لإن أنا خالته بس عشان إيه، أعِدّه معاكم وتشوفوا إن الكيكة كلّها ب7 معالق وده القوام بيبقى خفيف شوية كده. جِبت صينية دي الصينية دي صغيّرة مقاس حوالي 25 في 25 دهنتها بالزيت كده ورُحت نازلة بالخليط بتاعي ومسكت خِلّة كده أو عيدان الشيش طاووق عملت فيها دواير كده عشان أخرّج منها الهوا وهادخّلها الفرن على درجة حرارة 180. أول ما بتخرج من الفرن سيبها تبرد خالص وبُصّوا الكيكة هشة جدًا، جدًا مش مستحملة أي حاجة، نزّلت عليها بربع كوباية من الحليب لو حابة تحطّي فيها كاكاو أو نسكافيه يمشي، وهاسيبها تتشرّب وأحضّر الكريمة، في حلة كده على النار ضِفت كوبايتين كبار من الحليب، ضِفت عليهم نُص كوباية من الدقيق، وهاضيف عليهم حوالي 4 معالق من السكر، والسكر على حسب رغبتِك، وأقلّبه على البارد بالشكل ده، وبعد كده أشغّل عليه النار وإيدي ما تسيبش التقليب، ودي أحلى بجد يعني كريمة هتدوقوها بحياتكم اللي بتتعمل بالدقيق، أحلى بكتير من اللي بتتعمل بالنشا، بتبقى ناعمة كده وجميلة. ضِفت معلقة صغيرة من الزبدة وخلاص القوام بتاعي زي ما أنتم شايفين تقل كده وبقى مِيَّة، مِيَّة، نزلت بيه على الخليط بالشكل ده وكنت حطيت نقطتين فانيليا بس هُم تقريبًا ما بانوش مش عارفة ليه، سِبتها على الصينية على جنب وهاجيب باكيت من الجيلي، أنا استخدمت هنا جيلي مشمش، لو عندِك جيلي مانجا استخدمي، بس هو ده اللي كان موجود عندي. طبعًا كلنا عارفين إن الباكيت بنحط له كوبايتين من المَيّة، واحدة سخنة وواحدة باردة، أنا هاحط له هنا كوباية واحدة بس، نُصّها سُخن دوّبت فيها الجيلي وبعد كده ضِفت النُص البارد، تمام كده، عشان عاوزاه تقيل شوية. وجِبت قطع من المانجا بقى كانت عندي في الفريزر، أي نوع فاكهة هيمشي معاكِ في الوصفة دي، فراولة، كيوي، موز، أي حاجة أنتِ تحبيها، خوخ، اللي موجود عندِك تقدري تحطيه وتنفع كمان من غير فاكهة خالص. وبالمعلقة واحدة، واحدة كده، اوعي تنزلي بقى بخليط الجيلي كله مرة واحدة، لأ بالمعلقة واحدة، واحدة كده عشان ما يدخلش على الكريمة، إحنا لسه ما دخلناش التلاجة أصلًا. بس كده خلّصتها ودخّلتها بقى التلاجة تتماسك حوالي ساعة كده وكانت اتماسكت معايا وبقت قمر كده زي ما أنتم شايفين، قطّعتها وبصوا بقى الجمال. بجد يا جماعة خطيرة، شكل وطعم وريحة ومكونات اقتصادية جدًا، جدًا زي ما شُفتوا معايا الكيكة ب7 معالق بس وبيضتين، يعني حاجة موفّرة وطعمها حلو ترطّب على قلبنا في الجو الحر ده، وهتعجب عندِك الكبير والصغير، شوفي نوع الفاكهة اللي ولادِك بيحبوه وضيفيه في الوصفة دي، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وبألف هنا وشفا وبس كده.